والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فهمنا كتابك وعلمنا تفسيره وارزقنا العمل بما فيه واجعله خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله عليه. waxaan ku soo jirnay xoolaha awoonta ilaalintooda inay waajib tahay aayadihii looga soo hadlaayay iyo inaan israaf lagu cunin iyo sadulmi ah, iyo weliba qayb ka mid ah aayadaha dhaxalka oo si ijmaalahoo guud looga hadlo. oo waxaan soo marnay للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إلهي يقول سبحانه وتعالى من يطور ونصيب كله وحي كتغالب الوالد يقرارنا wixii yaroo maalka ka mida iyo wixii badanba xaq bay ku leeyihiin oo nasiib bay ku leeyihiin oo dhaxala. nasiibkaasoo weliba mid la qadaray ah oo farad oo ilaahay xaggii laga foogeeray subxaanahu wa tacaala. aayaddaasi si guud ahaan bay uga hadashay dhaxalka oo in rag iyo dumarba xoolaha xaq lagu wada leeyahay
دميسرا إجمال كاكود آيات سكها لشيء تفصيل في سأمر عدين تيسا وقرب المكمل ورفض هطين أخدان أولاد هي هطين أخدان والدين هي هطين أخدان زوجين إصرار هي هطين أخدان إخوة وراءها هطين أخدان با سيدا أي حراها وتحريان وكرا قادريان والله الضيايون تفصيلين أيام مرة إجمال كي يقول أدو الله سورة آياتها مرة نصف مرة تفسير كي سوى يوحى آياتها لتحيان وعلموا الله يا أولاده قال تعالى إله يوحي يوصيكم الله إلهي يوحوا إذ الأمر إياه في أولادكم أولادي نشانك وذكرتي للذكر مثل ربنا يقولوا أصبراري مثل حظ الأنثيين لبدا بدك أن نصيبك ولا مثلك فإن كنا هضيئة هذا نساء هوين كأصافوا قفرتين الله كبضا فلهن وحا أصبراري ثلثان ما ترك ميت كوحو قتل وسد حديثا من ضرمل وإن كانت هضيئها واحدة مذكرية فلها وحاوصنا لأن نصف عراب الكل ولأبويه بيك لمن سآبنا وحاوصنا لي لكل واحد من وحاوصنا لي واحد قوى منهما رمض آبا كمدا السدس حرانا نحن ربنا ومما ترك ويكتغي أبيك إن كان ولد هدوصنا له ميت فإن لم يكن هدوصنا له ميت ولد وورثه أبواه لمن سآب أي تحريان فلأمه هوينيس وحا أصبا الثلث حرانا صدح من ربنا فإن كان إخوة مرارها ضيوصنا له ميت فلأمه هوينيس وحا أصبنا أسدوس حرانا نحن ربنا من بعد وصية دردان بعد حالي هيدا حركة وصية سيوصي وصيولي أو دردان بها إيضا أو أمس دين بعد والله دين جديد بعد الحالي أمامكم أبيال كذا وأبناؤكم عدوتين لا تدرون قرار وإسلام أيهم منكم لأغرب إذنكم لكم إذنك نفعا حق نفسه فرض الله إلهي مفرد لذلك الكاس فريضة فرض يريد أصل من الله إلهي حق السكارات حق إن الله إلهي كان وهذا عليما إله بحالته أحوالك نورا حكيما إله كفر صوبا أيها هذا فيما دبره الإمام أركم وحايدين سبحانه نصف ما ترك أزواجكم هوانكين وحي كتلان مسكيسا فرق الله إن لم يكن هنوصر رسولان لهن هوانك ولد فإن كان لهن هوانك هنوصر ولد فلكم وحايدين سبحانه الربو الربو أفر من ربنا ومما تركنا وحي كتلان كبير من بعد وصية تدار بعد حالة أهاتي وصية سيوصينا أيضا دار منها وينك بها إيضا أو مثل دين بعد قضاء دين كليد بعده ولهن وينك وحاوس ونبوه الربوع أفرق ربنا مما تركت وحكت الإنسان حدي وصلا إن لم يكن هدوصا لينسنا لكم منك ولد فإن كان ولد هدو إذن سنا لكم منك فلهن هوانك وحاوسهم الثمن سداد من ربنا الحجاب إما فرته وحكتت الحب وصلا من بعد وصية دردار بعد حاله وصية ستوصل على دردار ليسان بها إيضا أو أمس دين بعد قضاء دين قديد بعد غير حاله وإن كان رجل هدوءها يرث من ربو أحرايو كرارة سوالد والمآن
كسبا واحد كرامهم ورضا وكذا السدس حرها نحن ربنا فإن كانوا هطيئا أعطان أكثرت وكبضا من ذلك واحد كاس فهم أيها شركاء وذلك في الثلث سدح بربنا وذلك من بعد وصية فقال بعد حال بهاي فقال كصيوص رضا الضارمين بها وصية أو مسدين دين قلت إلى بعد الحال غير مضار وصية غير مضار حارة من ربي وأخذ غيرك الوصية وصية الحارة وصية صلى الله إليه حديثك والله إله عليم إله أول حاكم حليم إله مغالب سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين أيضا وحكاها بيسان رهان أولاد الرضا أولاد صلب قالوا يقال سلا يحورها ودحليان قال يضر الله سلا ودحليان بيقال ليس ولكن سوى النزول بين أيضا يعني هوالا يموت قبل للذين إلى سعد بن الربيع أي رسول قوته صلى الله عليه وسلم وارجو سعد في بعده وعيت يا رسول الله أتاني ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال وعيد الرسول إله يوم الظهر وقبله سعد بن الربيع أبوه مريت يحب بالي ليس وشهيدين على القباري من الله قريتك حيث ما يخبر وما مسلمين بيتي وقبله مو ولد مبين تقابلوا هذا أبوه الحرارة أي لهم لم يكن سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله في ذلك إلهي وحكوم وراء أرض الناس ولا يحاندين يعني حكم كسود الجيل سنة ملكوا إلينا بعد يبحثون التآية الميراث يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية رسول قال لكم رب إليه هو أمر إلى ورد الوضيء السيئة وراها متحيث يصدح من ربك وواقب ورمنا المثانة ويضا لنا أثم سيئة وسيدين من ربنا السيئة به صورها أنه وأصير طاف وحين أعيت لكان سعد بن الربيع كتلي أول طريقة قصدت في الإسلام طريقة أبوه الرئيس الإسلام كالأحديث لابد إليه